رضا عبد العال فتح على الرابع بعد ماتش سيراميكا كليوباترا والزمالك. شاهد بالفيديو ماذا قال. في البداية خلينا نوحد الله ونصلي على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا لاعب نادي الزمالك السابق والأهلي السابق رضا عبد العال أدلى بتصريحات في منتهى الخطورة عقب انتهاء مباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري الممتاز، واللي انتهت بفوز الزمالك ب4 أهداف مقابل هدفين. رضا عبد العال قال في تصريحاته: أنا مش عارف لعيبة الزمالك فرحانين على ايه، انا مش عارف ادارة نادي الزمالك فرحان على ايه، انا والله مش عارف احمد سيد زيزو هو كمان فرحان بعد الماتش على ايه، انا مش عارف التلاتة اربعة اللي كانوا قاعدين في الاستاد بيهتفوا وفرحانين برضو فرحانين على ايه. يا جماعة لازم جمهور الزمالك يحط وشه في الارض، لازم لاعيبة الزمالك تعمل انقلاب على الادارة. ازاي انت انسحبت من الدوري وانسحبت من مباراة الاهلي بسبب عدم تنفيذ المطالب، وازاي وافقت ان انت تلعب تاني؟ يعني انت كده كنت بتريح الاهلي، يعني انت يا حسين يا لبيب اديت الاهلي 3 نقط على الجاهز. ورضا عبد العال ادان بشكل كبير لعيبة نادي الزمالك، وقال ما يصحش ان هم كانوا يسمعوا كلام الادارة، كان لازم اللعيبة والجهاز الفني ما يروحوش الاستاد ولا يلعبوا ماتش سيراميكا، لانهم كده ريحوا الاهلي وكمان ادوا الدوري للاهلي على طبق من ذهب. انت كنت ممكن تلاعب الاهلي، ممكن ما كنتش تكسبه، بس على الاقل كنت هتعطله، كان يعني هيجي يلحق بيراميدز، لكن بصراحة كان هيبقى الماتشات اللي جاية عليه على الاقل صعبة شوية، اللعيبة هيكون عندها مجهود بدني كبير جدا. كمان رضا عبد العال قال تصريحاته وهو غاضب جدا من الادارة ومن اللعيبة ومن الجهاز الفني، وكمان زعلان على جمهور نادي الزمالك اللي كان واقف وبيدعم إدارة نادي الزمالك في قرار الانسحاب من الدوري وعدم لعب أي مباريات في الدوري إلا بعد تنفيذ المطالب. كمان رضا عبد العال فتح على الرابع بشكل كبير جدا على إدارة نادي الزمالك، وقال طبعا ليه لبيب يعني طلع قرار إنه ما يلعبش الماتش، وبعد كده رجع تاني في كلامه وضرب بعرض الحائط بكلام الجمهور ودعم الجمهور ليه، وإن الجمهور قال له حتى لو نزلنا درجة رابعة احنا هنكون في ظهرك، اهم حاجة ما تقلش مننا وان احنا نفضل نادي الوطنية والكرامة، وزي ما انسحبت من الاهلي انسحب من كل الماتشات اللي جاية لحد تنفيذ المطالب. لكن انك تكون متفق اصلا يمكن مع الاهلي علشان بيراميدز ما ياخدش الدوري، فدي حاجة تانية خالص لازم نفكر فيها ونحط تحتيها 100 خط. ولا انت كنت خايف لا تتغلب من الاهلي ويكون هو ده السبب الحقيقي ان انتوا كنتوا مجهدين جدا؟ وبصراحة كان النهاردة الماتش مش احسن حاجة عشان تبقوا فرحانين بالشكل ده. دي كانت تصريحات رضا عبد العال، يا ريت تقولوا رأيكم فيها.